السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة البصل المخلل بطريقة سهلة جدا. لان بجد انا رحت اشتري بصل، يعني كيس بيقول لي ب120 جنيه البصل المخلل، وهو اصلا ما بياخدش وقت ولا بياخد اي حاجة. هنغلي مية وهنجيب طبق كده ونحط فيها معلقتين ملح كبار، وهننزل عليهم بمية مغلية. وبعد كده هنجيب البصل زي ما هو كده بقشره وهنحطه في المية المغلية. اهم حاجة ان نخلي المية تبقى طايلة البصل كله. مية مغلية، بس اهم حاجة تكون مية مغلية خالص، ما تكونش مية باردة او مثلا مية سخنة، لا مية نغليها. هنقلب الملح، نتأكد ان الملح كله داب معانا في قلب المية، مش هنحط اي حاجة غير ملح. وهننزل بكمية البصل اللي احنا جايبينها. انا كنت جايبة 3 كيلو بصل، وبعدين سعر البصل اصلا يعني ابتدى يرفع، فاللي عايز يفرز مثلا شوية بصل في الفريزر يبتدي ان هو يفرزهم، لان انا جايبه الصغير ده ب8 جنيه، واللي اكبر منه شويه النهارده كان ب12 جنيه. وغير كده يعني محلات المخلل بيبقى اغلى حاجه بيبيعوها البصل، مع ان هو سهل جدا وطريقته سهله جدا. هم دول 3 كيلو كده هنحطهم كلهم في قلب الميه المغليه، وهنسيبهم بقى في الميه لغايه ما الميه تبرد خالص. نخلي الميه كده تطولهم كلهم كده بمعلقه، وندوس عليهم في قلب الميه المغليه، ونسيبهم بقى قيمه ساعه او ساعتين 3 زي ما ياخد معايا، والميه بتاعته تبرد خالص. بعد كده همسكه، هقطع الراس بتاعته دي من فوق بالسكينه وهقشره بايدي عادي. يعني هيتقشر معاك، الميه السخنه اصلا هتخلي القشره تطلع معاكي بكل سهوله. هنغطيه كده ونسيبه لما يبرد خالص. بصوا بقى ميته غيرت خالص ازاي. هنشيل الراس اللي فوق ديت اهي، والقشره هتطلع سهله جدا معاكي. هنقشر بقى الكميه بتاعتنا دي كلها، وهنمسكه بقى ايه، نغسله تحت الحنفيه غسله حلوه لما ايه ينضف خالص معانا ويبقى لونه ابيض شفاف كده. هخلص الكميه كلها وهنشوف. ولا المية السخنة بتخليه يتهري معاكي ولا اي حاجة اهو. هنجيب بقى ايه العصاية بتاعت الشيش طاووق دي، وهنعمل فيه ايه فتحتين كده او 3 فتحات صغيرين كده. ليه بقى؟ عشان ايه يبقى من جوه كمان البصلايه تستوي معاكي بسرعه، وتبقى واخده من نفس طعم التتبيله اللي احنا هنعملها اهو. انا غسلته اهو خليته زي الفل. هنا بصراحه كنت حطاه في الصاله وقاعده اعمله في الصاله، سبت المطبخ الدنيا حر. هنجيب طبق بقى كده، وانا كمان الكاتل برضو مليته تاني ميه مغليه وسبتها بقى لما تبرد خالص. يعني لما سلقت حطيت البصل في الميه المغليه ولعت على الكاتل تاني. لازم اهم حاجه لنجاح المخلل معاكي، اي مخلل بقى، تغلي الميه وتسيبيها لما تبرد خالص. هنا انا بشرت جزرايه، وهنزل عليهم بمعلقتين هريسه شطه كبار، احنا عاملينها قبل كده مع بعض في فيديو ونزلته اهو. مع الناس اللي مش بتحب الحاجه حراقه بلاش هريسه الشطه دي. معلقتين حبة البركة وجزراية ومعلقتين هريسة شطة، وهي معلقة توم. هنقلبهم كده مع بعض كويس، وهنحط معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة كمون، ومعلقة بابريكا. كل ده انا هحطه مع البصل كده وهنقلبه تقليبة كويسة. وفي عند العطار انا جايبة لون كده طعام احمر كده، يعني لما بدمس فول او حاجة بحط منه. برضو دوبت منه كده حاجة بسيطة خالص في قلب المية لما بردت. واهم حاجة المية اللي احنا غليناها وسيبناها تبرد، هنحط الملح بتاعنا. كل كيلو بصل بياخد معلقتين ملح كبار، ونحط معلقه سكر معاهم، معلقه سكر واحده. ده كمون ده، وهنحط شويه كزبره. وبرده هنا انا مخرطه فلفل حامي وفلفل رومي. ده لما بيستوي الفلفل ده مع البصل طعمه بيبقى جميل. انت لو حسبتيها اصلا يعني الموضوع كله 3 كيلو بصل مش مكلفيني اي حاجه، حوالي 40 جنيه البطرمانات بتاعتي. كل المكونات 3 كيلو بصل عملوا لي 4 بطرمانات اهو. هنقلب كله في بعضيه، وهنجيب البطرمانات بتاعتنا نجربه. والله طعمه جميل بميه سخنه ومعقمها دي على طول. ودي بقالي كذا سنه وبيطلع في معلقه سكر، وحطيت فيهم 6 معالق ملح كبار اهو.
انا بس هي حاجه واحده نسيتها، نسيت ان انا احط خل في الميه. فانا بعد ما اعبي البطرمانات بتاعتي ونقفله بقى قفله كويس. هحط معلقتين خل هو على اول كل ما برطمان هنسيبه كده كده من فوق. البطرمان على عدلته زي ما هو، وحطيت برده شطه وتاني يوم حمرا لان نقلبه احنا ايه هنا على بنحب الغطا حاجه بتاعه. بصراحه سبايسي اهو قلبي نقلب البطرمان المية معاكي والملح كده عشان والسكر كله ياخد كويس. من نفس الطعم اهو. هنا بقى حطيت معلقتين خل على كل برطمان كده من فوق وتغطيهم كويس. هو اسبوع، واحب اسمع تعليقاتكم كيلو عملوا معايا 4 عشان ينزل برطمانات. لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. اسبوع واحد وألف وتفتحوا هنا عليه يا حبايبي. وتاكلوا منه.